السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده النهاردة هنتعلم وهنعرف ايه هي لغة السي بلس بلس. لو انت لسه ناوي تبدأ برمجة، لسه هتبدأ برمجة وعاوز تتعلم لغة برمجة سهلة ومستخدمة كتير جدا في حاجات كتير. تمام، هنبدأ بالسي بلس بلس. السي بلس بلس هي لغة برمجة قوية جدا، اتعملت سنة 1985. لغة قديمة جدا في البرمجة. تمام. تمام. بيقول لك ايه لازم ايه او ايه اهمية السي بلس بلس، بنستخدمها في ايه السي بلس بلس. بيقول لك السي بلس بلس داخلة معاك في حاجات كتير. داخلة مثلا معاك في صناعة الألعاب، داخلة مثلا في أنظمة التشغيل، بتخش في البرامج الكبيرة، ومهمة لواحد عاوز يفهم البرمجة، عاوز يبدأ في البرمجة وهكذا. ازاي بقى بنكتب الكود في السي بلس بلس؟ في عندك اكتر من كومبايلر ممكن تستخدمه. في اسهل كومبايلر انت ممكن تنزله وتعمله هو كود بلوكس. في فيجوال ستوديو، وفي فيجوال ستوديو كود بس بتنزل التعريفات والحاجات بتاعت السي بلس بلس. احنا في السلسله دي هنتعلم على فيجوال ستوديو بس من غير كود. تمام. تمام. نيجي بقى ايه، عاوزين نعرف ازاي بنطبع في السي بلس بلس. في السي بلس بلس بيقول لك عشان نيجي تطبع بتكتب سي اوت، وتعمل تكتب سي اوت، وبتعمل علامة أصغر من، وتيجي تشوف اللي أنت عاوز تطبعه وتكتبه. لو أنت عاوز تطبع حاجة هي مش موجودة في المتغير، أو المتغيرات دي هنعرفها بعدين، ولا في أي حاجة، فبتدي علامتين كده، فبتدي علامتين وتقول له مثلا محمود، وبتديله سيمي كولون في الآخر، سيمي كولون في الآخر. تمام. لو جينا على كده هيقول لك ايرور، يقول لك لا في ايرور. ايه هو الايرور؟ اللي انت المفروض قبل ما تكتب سي اوت تكتب اس تي دي نقطتين في بعض. لو عملت له كده هيقول لك ايه كده مفيش ايرور ومفيش اي حاجه، وهنيجي نطبع طلعت معاك كلمه محمود علي. طب يعني هل انا كل ما اجي عاوز اطبع حاجه هكتب قبليها اس تي دي؟ يقول لك لا، في طريقه اسهل بكتير. هتشيل ال اس تي دي وتيجي فوق خالص فوق الانت مين، وهنعرف يعني ايه لازمه الانت مين، وهتكتب using name space اس تي دي وتقفلها بسيمي كولون. كده لما نيجي نطبع هيقول لك محمود، طلعت معانا محمود عادي، من غير ما نكتب اس دي. وعملناها اكتر من مرة، وحتى لو كتبتها اكتر من مرة، كنترول اكس، كنترول في، كنترول في، كنترول في، هنا عملنا رن، هما طلعوا معاك. تمام. تمام. تعالى نشرح ايه الكود اللي اتكتب، ايه اللي انا كاتبه ده كله. تمام. عندك اول حاجه اللي هي using namespace std، دي احنا عرفناها، دي احنا بنكتبها او بنستخدمها علشان خاطر ما نفضلش قبل كل جمله طباعه او سي اوت نكتب std. تمام. تمام. في بعد كده عندك الهاشتاج انكلود دي. ايه هي الهاشتاج انكلود دي؟ بيقول لك الهاشتاج انكلود دي هو السي بلس بلس، هو عباره عن مكتبات كتير، في جواه مكتبات كتير ممكن تستخدمها او قابله للاستخدام. تمام. تمام. زي ما اول مكتبه احنا بنستخدمها دي مكتبه بسيطه جدا. في مكتبات مثل مكتبات الرياضه لو عايز تعمل حاجه عن الكالكوليتور وهكذا. هكذا. فالهاشتاج انكلود هي دي اللي احنا بنكتب هاشتاج انكلود، وبنكتب ما بين العلامتين الاصغر منه والاكبر من اسم المكتبه بتاعتي. تمام. طيب. نيجي بقى تحتيها بقى اللي هو الانت مين ده، دي اهم حاجه في السي بلس بلس. من غيرها طبعا مش هتعرف تشتغل، يعني مش هتعرف تكتب كود، يعني هتكتب كود الكود هيطلع لك بايرور وحاجات كتير. الانت مين دي من اهم الحاجات في السي بلس بلس، هي الانت مين. بس ونيجي هنا بقى السي اوت دي، لو عايز تطبع اي حاجه بتكتب سي اوت علامتين اصغر من، علامتين اكبر من،
ولو لو انت مش حافظها متغير، يعني مثلا ممكن، بس دي هنعرفها بعدين، نعرفها بعدين، ما تركزش عليها. اكس يساوي 10، تقفل. ممكن هنا يقول له سي اوت، دي عشان انا حافظها في المتغير، فهكتب اسم متغير من غير اي حاجة، هكتب اسم متغير من غير اي حاجة. هنيجي نعمل طباعة، هنلاقي المتغير ايه، هنلاقي المتغير ظهر معانا. تمام تمام. انت لو خدت بالك في الرن كلهم جنب بعض. تمام، مش عاوز يبقوا كلهم جنب بعض. لو مش عاوز كلهم يجوا جنب بعض، فتيجي هنا بتعمل له سلاش ان. نيجي نعمل طباعة تاني، هنيهم ايه، كل حاجة بقت في سطر لوحديها. عايز تخلي العشرة دي في سطر لوحديها، فتيجي قبل هنا دي وتقول له سلاش ان، هتعمل رن تاني، هتلاقي كلهم ايه، كله بيبقى في صف لوحده. تمام، بس كده هيكون ايه، عرفنا البداية او المقدمة في السي بلس بلس، ايه هو الاكواد المكتوبة دي، وازاي بنطبع في السي بلس بلس، إيه وهكذا. وعرفنا ازاي كل واحدة بتبقى في سطر لوحديها وهكذا. تمام، يعني ملخص الفيديو، احنا عرفنا ايه هو السي بلس بلس، وعرفنا بنستخدمه في ايه، وكتبنا اول برنامج لينا مثلا، نعتبره برنامج لينا، واتعلمنا ازاي بنطبع على الشاشة وهكذا. فيا بيكون الفيديو عجبكم، ودي ان شاء الله هتبقى سلسلة من الفيديوهات لغاية ما نتعلم السي بلس بلس، هتتعلمها من البداية للنهاية من A to Z. واللقاء في باقي السلسلة.